مية فل على الكل، على اللي بيسمعونا واللي مش بيسمعونا، على اللي معانا واللي ضدنا، أو حتى ناويين يكونوا ضدنا. يا أحمد، يا عمر، يا مايكل، يا محمد. على فكرة يا جماعة، أنا بنادي على بنات مش ولاد. أيوة والله، هو أنتوا ما تعرفوش إننا عايشين في مجتمع منعك من إنك تنده البنت باسمها في مكان عام؟ مش ده اللي بيحصل لما بتكون في مول أو مجمع تجاري مثلا وتنده على مراتك أو خطيبتك أو أختك أو أمك، بتنده باسمك أو اسم ابنك أو اسم العيلة، صح ولا لأ؟ احنا عايشين في مجتمع منع إنك تنده البنت أو الست باسمها. معقولة؟ إيه التخلف الفكري والرجعية دي؟ مش قادر أصدق بجد. ركزوا معايا يا جماعة في المصيبة دي وحد يقول لي ليه. والموضوع عادي، بدأ من فترة ومكمل من جيل لجيل وبيبقى أسوأ وأسوأ. ليه؟ اسم الست شتيمة؟ ما هو لما بتشتم في مكان عام بتلاقي الناس كلها بتبص، وهي لما بتقول اسم ست أو بنت. مرة سألت واحد قال لي عشان الناس اللي موجودة ما تعرفش إن في أنثى في المنطقة. يا سلام، ده على أساس إن هم إيه، عمي مثلا ومستنيين يسمعوا اسمها علشان يعرفوا إن في جنس ناعم في المنطقة؟ إيه التخلف ده؟ وكان بيتكلم جد على فكرة. ولا يمكن اسم المرأة عورة؟ مصيبة لو واحد من إياهم يطلع يقولك اسم المرأة عورة، ومش بعيد يكون قالها فعلا. ما هو اهتمامهم الغريب بس بجسم المرأة والنص التحتاني دون الاهتمام بعقل المرأة وقدراتها البشرية العقلية اللي ساعات بتكون أحسن من رجالة كتير زيهم، غريب ومش مفهوم، وممكن جدا يكون اسم المرأة بالنسبة لهم عورة. بصوا يا جماعة، بما ان كل اللي بيبصوا لما بتنده وتقول اسم بنت هم ولاد ورجالة، يبقى أكيد اسم الست بيثير الغريزة الجنسية عند الجنس الخشن. يعني أنا مثلا لما أقول يا منى، مش عارف ليه منى، ولكن واضح إن أنا متأثر بالأفلام العربي القديمة. لما أقول يا منى المفروض إن الغريزة الجنسية عندي تشتغل والمسائل تتحرك وأحس إني عايز أعمل جنس وإني طب تعالوا نجرب كده. يا منى، يا منى، يا منى. مفيش أي حاجة حصلت. يا ترى في حد حصل له حاجة؟ طب ثانية واحدة كده. مفيش أي حاجة حصلت والله. يعني إيه؟ أنا مش طبيعي؟ لأ طبعا، المجتمع هو اللي مش طبيعي وأصبح مريض فكريا وبيتصرف تصرفات غريبة. طب هل السبب هي الأفكار المتخلفة اللي نشرها بعض المتخلفين في الفترة اللي فاتت إن المرأة اتخلقت بس عشان تخلف وتطبخ وتغسل؟ ولا السبب هو إننا بقينا للأسف مجتمع ذكوري في كل شيء، حتى في نداء البنت باسمها، وحولناه إلى اسم ولد؟ إيه ده؟ معقولة؟ ده كده بقى مجتمع فستك بجد، وكده ما ينفعش. ما لازم يا جماعة نعرف السبب عشان نقدر نحلل الموضوع ونفهمه ونحط الحل. الحل ايه الحل في ظاهرة مرضية زي دي؟ خلاص، سموا البنات بأسماء ولاد زي ما أنا عملت كده في أول الحلقة، وأكيد محدش هيبص، وتبقى أنت متجوز خالد وأنا متجوز أحمد وواحد متجوز مايكل ونقضيها كده. ممكن يكون هو ده الحل؟ لا طبعا، الحل إنك تنده البنت باسمها، ولو حد بص تقول له إيه؟ أنت اسمك منى؟ إيه؟ في إيه؟ مالك؟ أنت اسمك منى؟ إيه؟ جرى إيه؟ مالك؟ هو أنت منى؟ إيه؟ في إيه؟ مالك؟ انت اسمك منى؟ ايه جرى؟ ايه مالك؟ خد ياض يا منى. ايه. الحل هو مواجهة المشكلة وما نسكتش، لان اسم البنت مش عورة. دايما المواجهة هي الحل، مش انك تستسلم لعادة او فكرة متخلفة مرضية وتمشي مع التيار، وإلا هنفضل دايما ورا وفي القاع.
اكتبوا رأيكم يا جماعة ونتكلم مع بعض في الأسباب والحل لعادة مرضية زي دي، ونتكلم ونسمع بعض ونستفيد من بعض. وأكيد كلنا هدفنا إن المجتمع يتقدم لقدام ومصر ترجع زي زمان. محمد سعيد.